ومساء الفل عليكم ونظرة على مسلسلات النص الثاني من رمضان اللي فيهم حاجات مبهرة جدا وحاجات للأسف محبطة جدا. ومعانا مفاجأة النص الثاني من رمضان، لام شمسية ولام قمرية، واحدة نقولها وواحدة خفية. مسلسل بيتكلم على قضية خطيرة جدا وهي قضية التحرش الأطفالي. والتحرش الأطفالي ده منتشر الفترة الأخيرة ومش موجود هنا بس، بالعكس موجود في أماكن كتير جدا. فعتبة ميدان عابدين الجيزة. ومش كده وبس، لا المسلسل فيه ما شاء الله شوية مشاكل اجتماعية كده، على شوية مرضى اكتئاب، على خيانات زوجية، وشوية إثبات نسب كده على الوش. فيعني خد أنبوبة الأكسجين جنبك وأنت قاعد بتتفرج على المسلسل، هتستمتع جدا. تمثيل الطفل اللي بيقوم بدور يوسف خطير جدا. انا مش عارف المخرج كان بيقول له ايه عشان يعمل حركات الوش دي. يعني انت يا مخرج قلت الطفل عنده 8 9 سنين، قلت له ايه عشان يطلع منه الاحساس ده؟ في حاجه غريبه شويه في مسلسل لام شمسيه ده، ممكن تحتاج ورقه وقلم فيها وانت بتتفرج عليه. عندك احمد السعدني وامينه خليل، عندهم طفلين يوسف وياسين. يوسف يبقى ابن احمد السعدني لوحده من زوجه تانية، وياسين ابنه من نيلي اللي هي امينه خليل. الفنانه صفاء الطوخي تبقى ام محمد شاهين اللي هو صاحب احمد السعدني، واللي مراته تبقى يسرا اللوزي. وعندهم بنت اللي بتقوم بدورها ياسمين العبد. ياسمين العبد عايشه مع جدتها بالرغم من ان ابوها وامها عايشين. ايه السبب محدش عارف، او برضه ما وضحوش هل هي بنت يسرا اللوزي ولا بنت محمد شاهين لوحده من زوجه تانية. ويوسف ابن احمد السعدني بيقول لصفاء الطوخي اللي هي ام محمد شاهين يا نناه، واحمد السعدني بيقول لام محمد شاهين يا ماما، رغم ان هي مش امه، هي ام محمد شاهين. وصفاء الطوخي في نفس ذات الوقت هي مديره المدرسه اللي شغاله فيها نيلي واللي بيدرس فيها يوسف برضه في نفس ذات الوقت، وياسمين العبد معاهم برضه في نفس ذات المدرسه. أمينة خليل عندها اخ ظهر من العدم كده بدون اي سابق انذار، وفي نفس الوقت هي مخاصمه ابوها علشان ابوها متجوز من واحده تانية غير امها اللي هي بتقوم بدور محاميه اللي بتدافع عن احمد السعدني في القضيه بتاعته. ومرات ابوه دي عندها طفله، هي طفله صغيره، فنيلي عندها مشاكل مع الطفله الصغيره. حديث الصباح والمساء يا معلم، عشان انا دماغي لفت. بس مسلسل خطير ومن اجمل مسلسلات النص الثاني من رمضان، او يعتبر هو اجمل مسلسل شفته لغايه دلوقتي. شفت منه 3 حلقات. نيجي بقى المسلسل اللي منتظرينه كلنا، وهو مسلسل الغاوي بتاع احمد مكي. ابو الحمام حلو الملاغي. واحمد مكي في اول المسلسل بيقصف جبهه مسلسلات محمد سامي حته قصفه. تعمل السيره الذاتيه لعصام كاريكا. عصام كاريكا ايه يا معلم؟ اكيد عامل لازمه. ليه يعني؟ مفيش شعب ما بيقولش لازمه، اي شعب من العيل صغير لازم يقول لازمه، وانا يعني عشان شعب لازم اطجن في الكلام. طبعا لازم يجعر. اسمعها حاره، انزل يا انت وهو على الارض، ابرك يا. لا مش ده، اخدع فيه انت مهيص كده ليه؟ انا كنت بجربه وانا وسخته. ولا ده. انت مين يا اللي قاعد بتضحك في عز ابويا؟ هو ده. بيت ابو العباس لي 3 بيبان رجالي وباب حريمي. مسلسل غاوي انا شفت منه 4 حلقات لغايه دلوقتي. افتتاحيه المسلسل حلوه جدا في الحلقه الاولى، ومقدمه المسلسل الاغنيه الصوفي خطيره. بس الصراحه احبطت شويه. المسلسل انا كنت مستني منه اكتر من كده واعلى من كده وافكار كرييتيف عن كده شويه. مسلسل مش وحش ولكن مش مبهر، ما ابهرنيش. يمكن احمد مكي هو اللي علّى سقف الانبهار عندنا، وانا مستني منه انه يتحسن قدام. انا حاسس ان مسلسل الغاوي ده هيعمل زي مسلسل النص كده، هيجي في الحلقه السابعه ويعمل تويست ابن لذينه ويعمل ريمونتادا ويبقى احسن مسلسل في رمضان. نيجي للنفحه الكوميديه معانا في النص الثاني من رمضان، مسلسل نص الشعب اسمه محمد. بقول لك ايه، اطلب البيتزا اللي كنت بتكلمها وادفعوها سوا. يا حبيبتي ما اعرفش ولا واحده غيرك. ايه يا ساره، اتخانقنا يا ستي، انت في البيت؟ ها طب حددي لي ميعاد مع ماما. يا راجل عرفنا يا حبيبي ان انت جاي تخطب بنتنا، سامعينك، اتفضل. على طول كده مفيش اي بربع جنيه ندم او بكاء على الاطلال. ايه ده؟ طب ما انت حلو اهو، بتعرف تتجوز على مراتك عادي. نفسي اعرف محمد بيلاقي وقت منين يروح في الشغل. كويسه الشقه. لا دي مش شقتي، دي شقه انا مأجرها لحد ما شقتي تخلص يعني. دي اخرة القعده في ترشوخ الليف. الكوميديا في مسلسل نص الشعب اسمه محمد جايه من الكيمياء اللي موجوده ما بين عصام عمر ومحمد محمود. واللي حب مسلسل بالطو هيحب قوي مسلسل بتاع نص الشعب اسمه محمد، لان المسلسلين قريبين قوي من بعض في نوع الكوميديا اللي بيتقدم. واللي برضه اتفرج على باب العماره بتاع حاتم صلاح اللي نزل من فتره ده هيحب برضه مسلسل بتاع نص الشعب اسمه محمد، لان الافيهات خاطفه كده. القمر اللي تقلان علينا ما يردش فنجيله برجلين. نيجي المسلسل اللي بعد كده، خزان الاحزان، مسلسل قهوه المحطه. ايه اللي حصل؟ مؤمن اتقتل في القهوه. هو يوم اسود من اوله. بص المسلسل حلو وكل حاجه، بس اعمل حسابك في جهاز تنفس صناعي يبقى قاعد جنبك طول ما انت بتتفرج على المسلسل عشان اي اخطار ممكن تحصل. العمر فضي يا ولفت، والعيا في الجسم كله، ولازم اخد كيماوي قال عشان ما اموتش جوام واقعد في الدنيا العفشه دي كام شهر. هو يوم اسود من اوله. اتفرجت على حلقتين من مسلسل قهوه المحطه، حلوين، ولكن المسلسل تونه غامق قوي، حزين قوي قوي، والدموع والنحيب فيه للركب. يا حزني عليك يا ولفت. صرخي من دلوك ليه؟ الصريخ جاي.
هو يوم اسود من اوله. مسلسل يمتص الاكسجين من الحياه. اعوذ بالله. هو يوم اسود من اوله. بس هو مسلسل حلو واحتمال يطلع منه احلى كمان مع ان الاحداث تمشي شويه. ونيجي للمسلسل اللي شدني من اول حلقه ليه وهو مسلسل منتهي الصلاحيه. من بكره الصبح انا هسيب البيت. انت طالب. صباح الخير. انت صالح فاروق فايز؟ اتفضل معاك في مين حضرتك؟ هتفهم كل حاجه في النيابه. ادي جزات اللي يطلق استاذه هبه مجدي، ما عندكش دم. ماشي يلا انا داخل عليك اهو، وربنا ما عايز يقل منك عشان انت راجل كبير. معلش عادي بتحصل. الو يا استاذ صالح، ما نفسكش تاكل طب يا ريس؟ شرقاوي. انا هاخد منك العده بتاعتك دي وريني هتعمل يلا انا. انت مين في ايه يا اسطى؟ هو انت كل ما تشوفه يبقى في منكش؟ كمل ها. وقفنا فين؟ شغلك مع سمير يا طفل. طب ما ترسمي على اللي في دماغك طيب يا مدير. يا منى. الحقني يا محمد انا في الاسم. اسم يا منى. عملت ايه؟ لا ده واضح ان في نحس، انتوا كل ما تقابلوا بعض لازم يحصل مصيبه، مش دي علامه مش واخدين بالكم ان انتوا ماشيين في سكه مش حلوه؟ وفي مشهد طلع في المسلسل كده في الحلقه الثالثه عشان يفكرك لو نسيت، وانا عارف ان انت مش ناسي، عيب واحد بس او ممكن يكون مش عيب بالنسبه لناس تانية، وهو ان قصه مسلسل منتهي الصلاحيه بتتكلم عن المراهنات. احنا وصلنا لغايه دلوقتي للحلقه الرابعه اللي انا لسه شايفها قبل ما اصور، واحنا لسه ما دخلناش في قلب القصه بتاعتنا. انت مسلسل 15 حلقه واصلين للحلقه الرابعه ولسه الموضوع ما سخنش في حته المراهنات دي. في احداث موجوده، خدنا وقت طويل في تمهيد الاحداث شويه، مش ممل المسلسل، مش ممل على الاطلاق، ولكن كنت محتاج ندخل في البايلوت او في القصه بتاعت المسلسل بشكل اكبر من كده. ونيجي للبريمادونيا بتاعت رمضان الفنانه غادة عبد الرازق بمسلسل شباب امراه، اللي بيحكي عن قصة الست شفاعات او قصة مون نايت، لسه مش متأكدين ايه اللبس ده. انا جاي طالب القرب. الحكايه كلها ان انا بنفذ وصيه الحاج سلامه الله يرحمه. وانتوا عمالين بتبصوا ورا، هو الحاج سلامه مدفون تحت المكتب ده؟ واد يا سيد، يا القهوه بتاعت المعلم اتاخرت ليه؟ هو الراجل ده يا جدعان ملوش اهل يسالوا عليه في مسلسل سيد الناس وهنا كمان. مبلبع يا اخويا وجاي. طب انا بقى هوريك شفاعات هتنفعها ولا لا؟ استحضري بقى طاقه خنشه واديله بالايه، بالهلال في وشه. ايوه كده، ما بتجوش غير بالعين الحمراء وقله الادب والتهذيب، او بالعبايه الحمراء. ايه درع الفايكنج اللي ضارب في وشنا ده؟ انا بقيت بخاف من المسلسل ده اقسم بالله، انا مقل اكمله. شباب امراه انا شفت منه 3 حلقات، المسلسل والله مش وحش، ممكن يطلع منه حاجه، ويعني هم لو حاولوا يخربوا اقصى تخريب ممكن يعملوه، مش هيبوظ الدنيا قوي، لان احنا عندنا قصه متماسكه بشكل كبير معروفه، وعندنا ريفرنس بنشتغل على اساسه اللي هو الفيلم بتاع شباب امراه، يعني مهما نحاول نخرب يعني هتبقى ايه، ملمومه هنليسها. نيجي للمسلسل اللي حيرني ومبقتش عارف اقول عليه ايه الصراحه، وهو مسلسل عايشه الدور بتاع دنيا سمير غانم. فين فاطمه السعادي؟ انا فاطمه السعادي. المسلسل ده انا لا عارف اقول عليه وحش ولا عارف اقول عليه حلو. المسلسل ده وهو شغال مش مضايقني، بس في نفس الوقت انا مش هشغله ومش هفتحه. هترجعونا الايام الشقاوه تاني. القصه اللي احنا بندور فيها بتاعت ان هي دخلت الجامعه مكان واحده قريبتها وهي كبيره في السن وبتحتك بجين زي دي، القصه دي مش قادرين يطلعوا منها كوميديا بشكل حلو. في كمان مشكله ملحوظه في المسلسل ده، التناول السطحي لجين زي في الجامعات، واخدين الموضوع بشكل سطحي للغايه. الجين زي دول طلعوا مش سهلين خالص، واعتقد زي دي فرزفت. في مسلسل واحد ما اتفرجتش عليه لسه وهو ظلم المصطبه، مستني اشوفه واركز معاه كويس ونشوف اياد نصار هيخون مين رمضان السنه دي. يعني لو السما انطبقت على الارض مش هعيش مع اخوك يوم واحد بعد كده. وجرب كده اشترك معانا في القناه وادي فرصه لمحتوى مختلف تشوفه، اتفرج على فيديو او 2، عجبك الكلام كمل، ما عجبكش الغي الاشتراك كده كده ما بيلزقش. وتعالى نروح بقى لكشف حساب مسلسلات النص الاول من رمضان، وانا هتكلم على المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها ال15 حلقه كلهم من غير ما افوت ولا حلقه. نيجي لاكتر مسلسل قضيت معاه وقت جميل وهو مسلسل قلبي ومفتاحه. قلبي ومفتاحه مسلسل تمانيناتي بامتياز، هو مسلسل انا حسيت ان انا اتفرجت على مسلسل من الثمانينات او من السبعينات، هو واخد التون ده واخد الطريقه دي، وهو المسلسل بيقدم لك ده بعناوين الحلقات بتاعته. حتى في مشكله لاحظتها في قلبي ومفتاحه، ما اعرفش انتوا لاحظتوها معايا ولا لا، المسلسل ده كان معمول على انه يبقى 30 حلقه، واللي يثبت لك الكلام اللي انا بقوله ده شوف اول حلقتين من المسلسل واخر حلقتين من المسلسل، مدتهم الزمنيه اطول من الحلقات اللي في النص، زائد ان في احداث جوه المسلسل نفسها، الاحداث دي زي ما كنت قصقصت كده. ينفعوك دول لمي مع شغلك في الزباله، زي العلاقه بتاعت اشرف عبد الباقي وعايده رياض، زي برضو العلاقه بتاعت احمد خالد صالح واخت اسعد. اقول لك على حاجه،
انا اللي ما بقتش عايز، اذا كان واحده امها سابتها افضل انا ماسك فيها. وبرضه الخطوبه اللي يعني ايه ظهرت من العدم كده واختفت من العدم بتاعت احمد خالد صالح وبنت الشناوي او اشرف عبد الباقي. كمان نهايه المسلسل اخر مثلا تلت ساعه كده من الحلقه الاخيره انا حسيت ان ايه، يلا يا شباب يلا ننهي المسلسل بسرعه. هتعملي فيا ايه تاني؟ ده انا اتسحبت من تحت حبل المشنقه بمعجزه. حسيت ان في كرواتة. المسلسل ده كان مشدود على قالب 30 حلقه، اتقصقص منه كتير عشان يتعمل 15 حلقه، ايه السبب معرفش. نيجي لاكتر مسلسل عمل ريمونتادا في رمضان السنه دي وهو مسلسل النص بتاع احمد امين. الحمد لله على السلامه يا عبد العزيز. اللي كان اول 4 حلقات منه مملين جدا، انا ما كنت بفكر انها ما كملش المسلسل، ولكن من بعد الحلقه السادسه المسلسل ده ضرب صاروخ في الفضاء وعمل ريمونتادا عالميه باحداث حلوه جدا وشخصيات جديده بدات تظهر في المسلسل زي شخصيه اسماعيل اللي ايه يعني ادت كده ايه نفس في المسلسل حلو. مصر كبيره قوي يا عم عبد العزيز، قوي يا اسماعيل، ما اعرفش قيمتها غير اللي يسيبها. كبيره مساحه، مصر كبيره مساحه. مسلسل النص لغايه دلوقتي افضل اغنيه تتر لمسلسل رمضاني لاغنيه عاشت مصر بتاعه هاني الدقاق. يعاب بس على مسلسل النص انه استخدم مصطلحات حديثه شويه غير مناسبه للفتره اللي كان بيتكلم فيها. ده انا عامله بآلة صنع الشاي بتاعتي، باين مجنون يا معلم. ولكن المسلسل كعامه حلو جدا الصراحه واستمتعت بيه جدا، بالذات بعد الحلقه السادسه لما بدا يعمل ريمونتادا. صراحه مسلسل النص من الحاجات الجميله جدا والمختلفه في رمضان السنه دي. دعوة امي. ونيجي لانجح مسلسل كوميدي السنه دي بشهاده الجمهور. سيبك من بقى الناس اللي بتحلل والعالم دي خالص، فكك منها، شهاده الجمهور. مسلسل اشغال شقه اكتر مسلسل ضحك الناس في ارض الواقع. انهم يخلوا بني ادم طعم ده مشهور. عندهم واحد في المركب هنا اسمه الريس زغلول وبيعلقوه على طول كطعم. هات الرئيس زغلول ده يطمني. هو فين عم زغلول؟ القرش كلو. ايه؟ القرش كلو. اي حد بقابله في الشارع بساله انت ايه اكتر مسلسل عجبك السنه دي، بيقول لي اشغال شقه. بقول مسلسل عموما غالبا بيقول لي اشغال شقه. انا مش هقول مسلسل عموما، هقول افضل مسلسل كوميدي وفعلا من ارض الواقع اكتر مسلسل ضحك الناس. ايه ده ليه كده؟ مش عيب على سنك يا حاج؟ الشيطان شاطر، ده ساحر. على لي بقى ايه نتحنيك شويه ونتكلم الكلام بتاع ايه الناس اللي بتحلل ده. اشغال شقه جدا او الجزء الثاني من اشغال شقه في مشكله قابلتني فيه، ان احنا فقدنا البوصله الرئيسيه اللي كانت بتدور الاحداث وهي الشغالات. ده ايه الاحمر المدور ده؟ ده لانشون. امال ده ايه؟ يعني انا مثلا مفيش شغالات لفتوا نظري قوي غير اللي هي مدينه من نيجيريا بتاعت الحلقه الاولى والثانيه، وبتاعت السحر والاعمال اللي هي ايه سماحه. فين يا سماح؟ انا بعرف اعمل العمل بس ما بعرفش افك. في بقى شغالات ما كانش ليهم لازمه الصراحه، زي اللي هي ارحاب الجمل اللي كانت اخر 3 حلقات. الفلوس. وجودها ما كانش عامل بصمه في المسلسل او ما كانتش هي البوصله اللي بتحرك الاحداث بتاعتنا. اكتر برضو شغاله ضايقتني نسرين امين، مع ان نسرين امين ممثله قويه جدا، بس اشغال شقه جدا الكوميديا حاضره وبقوه جدا ويمكن اقوى كمان من الجزء الاول. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي حصل لك بس يا دكتور؟ الراجل رخص نفسه قوي. سنه ولا 3؟ انا بص لا الموقف مش مستحمل. الاكتر مسلسل ضحك علينا في رمضان وهو مسلسل اخواتي ناهد احلام سهى ونجلة جوه. ليه بقى ضحك علينا المسلسل ده؟ في اول 4 حلقات اون فاير، حلقات كلها ضرب نار قويه جدا جدا جدا. جينا في النص زيو، نزلنا جدا في ايقاع الاحداث. تفتكروا في حد عامل لنا عمل؟ بص انا جاني في المنام خير اللهم اجعله خير. قفله المسلسل كمان يعني ما كانتش احسن قفله، وكانت غريبه بالنسبه لي. ايه اللي جمع الناس دي كلها في حفله الفنون الشعبيه؟ يعني مفيش اي مبرر في العالم يجمع الناس دي في مكان واحد. واللي شايفه ده بجد لا احلام. مسلسل اخواتي انا ممكن اديله كريدت شويه زياده على المخاطرات اللي هو خدها. المسلسل ده خد كميه مخاطرات رهيبه، من بدايه من الكاست اساسا ان يجيب كندا علوش وحاتم صلاح، كابل شكله مش ماتشنج مع بعضه خالص، ولكنه احلى كابل اتعمل في رمضان السنه دي وطلع منه كوميديا خطيره. غمضي قول اهو. مين ده؟ ابننا سرقته. يا نهار اسود. في مسلسلات في النص الاول اتفرجت على جزء منها وما كملتش لاسباب مختلفه. اولهم الكابتن، اتفرجت على اول 5 حلقات ما كملتش وما قدرتش اكمل الصراحه، لان احنا الكوميديا ضعيفه رغم ان فكره المسلسل كان يطلع منها احسن من كده مليون مره. في مسلسل ولاد الشمس شفت منه برضو اول 4 حلقات، ولكن حسيت ان هو يعني هيتهضم حقه في وسط مسلسلات رمضان، فقررت ان انا المسلسل ده
اشوفه بعد رمضان كامل على بعضه كده. معاه برضو في نفس الخانه دي مسلسل الشرنقه اللي اتفرجت منه على حلقتين، قلت بس لا احنا قدام مسلسل محترم محتاج ان انا اركز معاه، فاجلته لبعد رمضان اتفرج ايه على رواقه كده، بس مسلسل حلو برضو. في مسلسل برضو زي كامل العدد، انا بشوف، انا بالنسبه لي ده روتين شخصي، بشوف كامل العدد برضو بعد رمضان. انا متعود من اول الجزء الاول بشوف كامل العدد، بعد رمضان يخلص من هنا اتفرج على كامل العدد بعديه. في مسلسل بقى مبسوط بيه جدا ومستمتع باحداثه بس لسه ما خلصتوش، بتفرج عليه على رواقه كده لمتعتي الشخصيه، وهو مسلسل جودر بتاع ياسر جلال. شفت الجزء بتاعه الاول السنه اللي فاتت، والجزء الثاني السنه دي حلو ولا يقل عنه، والقصه بتاعتنا جميله وماشيه على نفس الخط، جميل جدا مستمتع بيه. انا في الحلقه الثامنه دلوقتي، فيعني لسه ما خلصتوش، فعشان كده ما اتكلمتش عنه باستفاضه قوي. انا جودر ابن عمر المصري، مفتاح اللغز وحجر الزاويه في قضيه تهم الكون كله. ولو حصل لك مسلسلات فتيج او زهقت شويه من مسلسلات رمضان، ارشح لك شوف الفيديو ده دلوقتي. لا عبثيات، فيلم غلط البنات من اعفن وانتن ما انتجت السينما المصريه، ادخل شوفه فورا، واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم. شرفنا بالقيمه اللي انت بتقدمها للجمهور هنا يا بنتي، والمعنى كلمه نجاح. تقدم حاجه عظيمه جدا وراقيه. انت قدمت مسلسل يعلم الناس حاجه، وانا بقول كلام مسؤول عنه. شكرا يا بنتي على ثقتك الغاليه. شكرا. قدمت بطل شعبي ما بيمشيش في اي غلط، رافض الحرام.